معلش انا هتكلم النهارده عن حال الرياضة المصرية في عهد مرتضى منصور وخالد الغندور وشادي عيسى وقناة الزمالك. مبدئيا انا بكن كل احترام وتقدير لكيان نادي الزمالك بأعضائه بجماهيره بجميع أجهزته الرياضية واللاعبين. لكن تعالوا بينا نشوف الحال اللي وصل لدرجة التعصب الأحمق. النهاردة في المغرب اللي بتستعد لاستضافة لقاء العودة في النهائي بطولة الأبطال الأفريقية بين الأهلي المصري والوداد المغربي. النهاردة اتحاد الكرة المغربي أو الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية بتقيم مأدبة غداء للاعبي فريق الوداد المغربي بدعم من جميع لاعبي وأجهزة المنتخب المغربي لكرة القدم وجميع رؤساء أندية المغرب بدعموا فريق بلدهم. وده الطبيعي، ده الطبيعي. في المقابل بقى تعالوا نشوف نتيجة التعصب الأحمق اللي ضرب الرياضة المصرية في مقتل. النهاردة وصلت بسلامة الله بعثة فريق النادي الأهلي لمطار المغرب، وإذا بالجميع يفاجأ بمواطن مصري مقيم في المغرب زملكاوي. مش عيب انه زملكاوي، مش عيب انه اتحداوي، مش عيب انه هو بورسعيدي، مش عيب انه هو اسواني. عمر انتمائك الكروي ما كان عيب، ده حق مكتسب ليك، ولكن في حدود الأدب وفي حدود النزاهة. المواطن المصري ده اللي هو المقيم في المغرب راح المطار علشان يستقبل بعثة النادي الأهلي، نفتكره رايح يدعمهم، رايح بالتيشيرت بتاع نادي الزمالك ورافع علم نادي الزمالك. ولكن للأسف كل ما يقابل واحد وهو طالع من البعثة، طالع من المطار، يقول له ايه؟ ما قالوش شد حيلكم، ما قالوش احنا معاكم، ما قالوش انتوا بتمثلوا مصر واحنا مصريين واحنا في ظهركم. لا، عارفين بيقول لهم ايه؟ ان شاء الله الوداد هيغلبكم، ان شاء الله الوداد هيغلبكم. هل وصلت بينا يعني الاخلاق الرياضيه المتدنيه ان احنا نعمل كده؟ الشخص ده هل كان متوقع
ان ممكن احد افراد البعثة اعصابه تفلت منه ويتصرف معاه تصرف خاطئ؟ هل الشخص ده ما حطش في دماغه ان المغاربة المحيطين بيه لما يشوفوه بيعمل كده هم هيدوله وسام؟ هم يعزموه على عشوة؟ هم هيستضيفوه في المباراة ويجيبوا له تذكرة على حسابهم؟ لا، ده يقولوا عليه ايه الحقارة دي، ايه الدناءة دي. أناشد كل مروجي الفتنة في وسائل الإعلام المصرية، وعلى رأسهم قناة الزمالك، اتقوا الله. ده برنامج زملكاوي من أول ما بيبدأ لغاية ما بيقول سلام عليكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة بيتكلم عن النادي الأهلي 90% من وقت الحلقة، إذا كان المذيع المقدم أو الضيوف، وال10% الباقية برضه يا ريته بيتكلمها عن الزمالك. لا، بيتكلم ان هو يدور على اي خبايا، اي مشاكل يعملها للنادي الاهلي، ويقول لك ده فلان جاله عرض، ده فلان اتخانق مع المدير الفني، ده فلان ما اعرفش عمل ايه في اوضه خلع الملابس. هي دي قناه الزمالك ولا قناه الاهلي؟ انا مش عارف. اتقوا الله، كل واحد يبص في ورقته بدل ما انت شاغل نفسك بالاهلي وعايز تبص الاحباط والوقيعه ما بين جدران النادي الاهلي، ما بين اجهزه فنيه ولاعبين ومجلس اداره وجمعيه عموميه وجماهير. لا، استفيد من الوقت ده بانك انت تشاور على الاخطاء اللي عندك وتحاول تصلحها، حاول اوجد لها الحلول. مش كل ما تظهر عندك مشكله تقول للنادي المنافس، مش كل ما تظهر عندك مصيبه يكون وراها الاهلي. لا، خلي عندك موضوعيه، بص في ورقتك ودور على مشاكلك ودور على حلول لمشاكلك علشان تقدر تنظم صفوفك وتقدر تتقدم وتقدر تعود للإنجازات. ولكن على الوضع ده حرام عليكم. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله.